لم تكد صافرة النهاية تعلن تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2025 بعد فوز مستحق على تنزانيا، حتى انطلقت مباراة موازية لا تلعب فوق العشب بل على منصات التواصل وبعض الصفحات التي لا ترى في انتصار المغرب سوى لغز يستحق التحقيق. فجأة اختفت التحليلات التقنية وتوقفت قراءة الأرقام، ولم يعد للأداء الجماعي أو الانضباط التكتيكي أي قيمة. لقطة تحكيمية عادية تمر يوميا في عشرات المباريات الإفريقية تحولت بين ليلة وضحاها إلى قضية دولة، وجرى إخراجها من سياقها وتدويرها بزوايا مختلفة فقط لأنها انتهت بهدف مغربي. وبمنطق المؤامرة الجاهز للاستعمال عاد الاسم المفضل فوزي لقجع، لا باعتباره مسؤولا رياضيا منتخبا وناجحا، بل كشخصية خارقة قادرة حسب هذا الخطاب على التحكم في الحكام، النتائج، وربما حتى اتجاه الرياح داخل الملاعب. كل ذلك دون دليل ودون خجل ودون محاولة لإخفاء الألم. المثير للسخرية أن نفس الصفحات التي كانت تشيد بالتحكيم الإفريقي حين يخدم نتائجها اكتشفت فجأة فساده فقط عندما فاز المغرب. منطق بسيط جدا: إذا فاز المغرب مؤامرة، إذا خسر الآخرون ظروف، ظلم، حرارة، ضغط، أرضية الملعب. أما الحقيقة فهي أقل درامية بكثير، لكنها أكثر إيلاما لمن لا يريد سماعها. المغرب فاز لأنه كان الأفضل، فاز لأنه اشتغل لسنوات، بنى منظومة، استثمر في التكوين، احترم الاستمرارية، ولم يراهن على الصراخ الرقمي ولا على شماعة التحكيم. المنتخب المغربي اليوم لا يحتاج إلى تبرير فوزه ولا إلى بيانات دفاعية. نتائجه تتكلم، حضوره القاري ثابت، واحترامه داخل إفريقيا لم يأتي من فراغ. بينما يواصل المغاربة مشوارهم بثبات نحو الأدوار المتقدمة، يكتفي البعض بلعب دور الضحية وتصدير الإحباط في قالب تحليل. في النهاية كرة القدم لا تعترف بالبكاء المتأخر ولا بالتحليلات التي تبدأ بعد صافرة النهاية. القافلة تسير والمغرب في ربع النهائي، والضجيج يبقى مجرد صدى بعيد لانتصار لم يتحملوه.